امثال شيركو ايضا مقدم طيب. مستويات عاليه، فالفريق جيد بصراحه. طيب كابتن خلف، نفط البصره يمتلك سلاح الكرات الثابته، شاهدنا في المباراه السابقه احمد فرحان وتسجيله لهدف من كره ثابته. فريق يحسن استخدام الكرات الثابته وايضا سلاح التسديد من خارج منطقه الجزاء بتواجد احمد فرحان وحسام مالك والعديد من الاسماء. هو هذا قوه الفريق بالتسديدات البعيده، يعني سواء حسام مالك، احمد فرحان، ولهذا معظم اهدافهم تاتي من خارج منطقه الجزاء. اليوم رجع احمد زامل للتشكيل، يمكن اليوم راح يلعبون باحمد زامل راس حربه، ومن خلفه خلي اعطيك التشكيل. حيدر جمال الدين راح يكون حارس المرمى. اليوم راح يغيب عمار كاظم، نعم، وبديله عبد الله محسن، بابا موسى، اثنين مدافعين وسط، حسين عمار لاعب الاولمبي ظهير يمين، على الشمال صباح عواد. راح يكونون اثنين ارتكاز، اللي موسى داو وجاكوب، وامامهم ثلاثه اللي هم على اليمين حيدر احمد فرحان، على اليسار حسام مالك راح يكون ورا اللاعب المهاجم اللي هو احمد زامل. ولهذا التشكيل اللي راح يلعبون به هو 4-2-3-1. نعم. نشوف الوضع التكتيكي لنزار محروس. نزار انا ما عندي التشكيله بصراحه، بس هو على التشكيل مال المباراه 4-2-3-1 طبعا هو دائما طريقه لعب اللي دائما ما يشتغلون عليها. نعم. واكو توازن باداء الفريق، ترابط ما بين خطوط اللعب، يعني فريق جيد بالمباراه الاخيره، عكس البدايات لا ما كان عنده كثير نواقص بالفريق، خصوصا كان عنده بطء بالتحضير وبطء حتى في يعني بالجوانب الدفاعيه، كان بالتنظيم الدفاعي دائما ما اكو اخطاء. هاي اتكلم لك عن المرحله الاولى. نعم. صار تصحيح بالفريق، صار اكو تماسك وترابط ما بين خطوط اللعب، لكن كتشكيل اليوم ما وصلنا لحد تشكيله. نعم. اذا نتمنى مشاهده مباراه تليق باسم الفريقين، نفط البصره ممثل محافظه البصره واربيل الذي دائما ما يقدم مستويات كبيره في الدوري العراقي الممتاز. أحبتي مشاهدي قناة العراقية الرياضية في كل مكان، يتجدد لقاءنا معكم لنصحبكم معنا هذه الليلة في ختام مواجهة الجولة 28 من منافسات الدوري العراقي الممتاز، حيث المواجهة التي تجمع نفط البصرة بنادي أربيل في لقاء يستضيف ملعب الفيحاء الدولي، الملعب الرديف لجذع النخلة في محافظة البصرة الفيحاء. مواجهة هامة ومرتقبة لكلا الفريقين الطامحين باقتناص نقاط اللقاء من أجل تحقيق التقدم والارتقاء في سلم ترتيب مسابقة الدوري، خصوصا وأن الفريقان حققا نتائج مقبولة ومرضية، وهما يطمحان في التسلق إلى المراكز الأفضل في قائمة الترتيب. أربيل قبل انطلاق هذه الجولة كان يتواجد في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، فيما نفط البصرة يتواجد في المركز 11 برصيد 34 نقطة. وقد نشهد هذه الليلة هناك متغيرات في ترتيب الفريقين، وهذا ما سنتعرف عليه بعد نهاية اللقاء. نأمل بمشاهدة مباراة ترتقي لمستوى المشاهدة والمتابعة الحقيقية عبر شاشة الوطن العراقية الرياضية. تشكيلة نادي أربيل لهذه الليلة: في حراسة المرمى حسين علي، في الدفاع هيردي اسيامنت، سعد أحمد، هلو فايق، كوسرات بايز، للوسط أكام هاشم وفرانكو أولجو وشيركو كريم وروى يوسف، وللهجوم مروان حسين وياسين سامية. بينما تشكيلة نادي نفط البصرة تتألف من حيدر جمال الدين في حراسة المرمى، في الدفاع عبد الله محسن، بابا موسى، حسين عمار، صباح عواد، في الوسط جاكوب وموسى داو وحيدر أحمد سالم وأحمد فرحان، وللهجوم حسام مالك وأحمد زامل. إذن على بركة الله أطلق صافرة الحكم. جاكوب الكاميروني يمرر الكرة لجهة اليمين، الظهير العصري الصاعد، وحسين عمار خطيرة هذه لكن ممتازة، ولا زالت المحاولة قائمة، ممكن الأول، خطيرة هذه ولا زالت، لكن الكرة خرجت على باب. يعني كان نفط البصرة قريب للتسجيل، وهنا لاحظ هذه المحاولة لكن الكرة خرجت وطالت على ما يبدو على المهاجم أحمد زامل. كان أحمد فرحان ومن قبله حسين عمار، بينما طالت جاكوب الكاميروني تعود إلى التوغولي أوجو اللي يلعبها لشيركو، أكام يصوب لكن بعيدة عن المرمى لحد الآن. تمرير لنفط البصرة، تصويبة هذه قوية اللي كانت بدايته مع نادي ستريس دي دوالا الكاميروني،
وأيضا يعني سبق أن مثل نادي اتحاد من أجل تحسين الصورة وأيضا ترتيب الأدوار. وهنا مروان يلعب الكرة عرضية ممكن خطيرة، روى يوسف ولا زالت قائمة، وكرة ارتدت وذهبت إلى ضربة ركنية. عبد الله محسن اللي غاب يعني غاب كثيرا هذا الموسم عن المشاركة مع نادي نفط البصره. أكام والتبادل كروي مع هلو فايق اللي ينقل كرة عالية خطيرة، شيركو ممكن داخل منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة خطيرة، وأقرب للحارس حيدر جمال الدين. جاكوب بيصوب جاكوب، لكن على ما يبدو تروح إلى ركنية. وهو آخر إنجاز لكرة أربيل من خلال المسيرة الحافلة. وهنا انطلاقة داخل منطقة الجزاء، لا هذه كرة لعبت بدون تركيز. ذكرت 4 ألقاب كروية ووصيف كأس الاتحاد الآسيوي من مجريات هذه المباراة التي تشير إلى التعادل السلبي، وبالتالي صافرة من الحكم الاتحادي الشاب فيد كريم تعلن عن نهاية الشوط الأول بين نفط البصرة وأربيل بالتعادل دون أهداف. هذه عودة من جديد إلى الزميل العزيز سيف الجراح وضيوفه الكرام. شوط ثاني يحمل طابع الإيجابية والمتعة والإثارة. إذن على بركة الله صافرت الحكم الاتحادي السيد فيد كريم تعلن عن بداية مجريات الشوط الثاني من هذه المواجهة. من جهة اليسار يلا يا صباح، هذه حلوة. إذن محاولة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وتصويبة يسارية قوية مرت على يسار الحارس حسين علي، لكن تروح مناولات بين لاعبي نفط البصره خطيره خطيره من احمد زامل، اهدر هذه الكره. لاحظ حسين عمار مروه من ثم عمليه التمرير، وهنا تهيئه الكره، واحمد زامل كان ممكن يعني ان يلتقط الكره 7 مواسم متتاليه في عالم الاحتراف في مسابقة الدوري العراقي. جاكوب الكاميروني يخسر الكرة من أكام هاشم. سامية خطيرة، هذه لا زالت أربيلية، عرضية الرأسية من مروان وخطيرة، هذه جول. أكام هاشم يفتتح التسجيل ويحرك المياه الراكدة في المباراة بعد مناولة ودربكة ومن ثم تصويب قوي مركز على يمين الحارس حيدر جمال الدين. إذن أربيل يفتتح التسجيل في الدقيقة 50 من عمر المباراة، الدقيقة 5 من مجريات الشوط الثاني. أكام هاشم هذا اللاعب الأربيلي يصوب، وتهيأت الكرة على طبق من ذهب أمام أكام هاشم الذي لم يكذب الخبر. لاحظ سامية، وهنا مجهود كبير، ومروان حسين حاول الصراع على هذه الكرة، وبالتالي صوب أكام هاشم، وهو هدف أول لصالح أربيل، لصالح هاولير الذي يحاول العودة إلى كردستان بتباشير الفوز الغالي من خلال البحث عن 3 نقاط جديدة لتعزيز المسيرة الجيدة للفريق من خلال تحقيق الفوز في الدورة الماضية على نادي الزوراء، وبالتالي قد نشاهد مباراة أكثر إمتاعا أكثر سرعة، وتصويبة هذه قوية ويرد بقوة على هدف نادي أربيل من خلال التصويب. صوب شباك أربيل من دفاعات أربيل وموسى دو، ومرة أخرى لكن محاولة لنفط البصرة العرضية داخل منطقة الجزاء مبعدة من جديد من الوفاق. إذا تصويب ممكن الآن، التصويب جول 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 جول. الكاميروني أنجومي يدرك هدف التعادل، البديل الناجح، البديل الصريح. إذا أنجومي يكلل الجهود من خلال المحاولات الأخيرة والضغط المستمر للاعبي نفط البصرة، يترجم هذه الكرة داخل الشباك وتبديل هجومي ممتاز لأسعد عبد الرزاق
الذي يتنفس الصعداء من خلال كرة التعادل التي جاءت بواسطة هذا المحترف الكاميروني. إذا باتريك أنجومي وخلق مساحة وزاوية للتصويب، ومن ثم ركن الكرة بقوة على يمين الحارس حسين علي. إذا نفط البصرة يدرك هدف التعادل بواسطة الكاميروني. حركة لعب جميلة ومن ثم تصويب قوي ومركز يحاسب عليه دفاع نادي أربيل. وهذا البديل، الأولى على أوجو والثانية على سامية، بينما طلعة هجومية واعدة من جهة اليسار خطيرة. هذه العرضية خطيرة تنبعد في اللحظة الأخيرة إلى أكام. أوجو مرة أخرى يمر راح يصوب، خطير خطير بالتصويبات، لكن التمرير ممكن البديل. بارزان شيرزاد، الله 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 الله، من زميل داخل منطقة جزاء نادي نفط البصرة. لاحظ 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 لاحظ، وهنا قرار وخيار التصويب، لكن راحت هذه الكرة مرت بسلام على شباك نفط البصرة. ممكن لنفط البصرة يمرر الكرة جميلة. أنجومي إلى زامل، زامل ممكن الثاني الثاني الثاني، الله 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 الله، من أجل إيجاد المساحة وعملية التمرير. وهنا المحاولة خطيرة، بارزان شيرزاد البصرة. لاحظ كيف انسل وضرب مصيدة التسلل، ومن هنا لعب الكرة، لكن قد تكون يعني نتيجة المباراة أقرب إلى التعادل، لكن طموحات نادي نفط البصرة قائمة بهذه التصويبة القوية. ايدي ما اقدر، تعال قريب. يعني ومن ذلك الموسم بقى الفريق صامدا ومتواجد في مسابقة الدوري. يعني أيضا هذه التصويبة القوية الأخيرة كانت من حيدر سالم، ممتاز. من هنا وهناك جلال يصوب، لكن الحارس لاحظ كيف وفر المساحة ومن ثم اتخذ قرار التصويب القوي، لكن ممتازة. الحارس راحت الكرة إلى ضربة مرمى على ما يبدو، يعني آخر من لمسها شيركو كريم. وهنا صافرة من حكم الوسط السيد فايد كريم تعلن عن نهاية هذه المواجهة، آخر مواجهات الجولة 28 بين نفط البصرة وأربيل، والتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما هناك في واقعة ملعب الفيحاء. تقبلوا أجمل تحياتي، كان معكم معلق المباراة ميثاق الزريجي.